شوف أنا أتصور اليوم كلبة ضاع الفرصة بإيده. كانت فرصة كبيرة، تقدم بالهدف الأولاني بالطريقة اللي هو يبغيها وسير المباراة مثل ما يبغي. صحيح النصر استحوذ على الكرة خلال في الشوط الأول، لكن استحواذ كان سلبي ما كان فعال وإيجابي، نتيجة اللي يعني نتيجة عدم ظهور علي مبخوت والنجم المميز المؤثر الكبير في فريق النصر عادل تعراب. فشفنا خط الوسط في النصر ما كان فعال بهذاك الفعالية. كلبة طريقته المعروفة، التحول الهجومي، التنظيم الدفاعي حقيقة، وهذا شفناه في الشوط الأول. يأتى أكثر من فرصة بعد الهدف الأول، ويمكن اليوم لقاء فوق ريزوفيتش يأكد أن استغلال الفرص عنصر مهم جدا، لأن أصلا أبو أحمد هو طريقة كلبة التحول الهجومي، وحاول اقتناص أقل فرص أو أخطاء الفرق الثانية، وهذه الطريقة تعامل معها مع جميع الفرق.